كنت سايب المشهد، مش بس مختفي، لأ، كنت حابس نفسي، مش قافل باب، قافل بابين و3. كنت في مرحلة كفاية، مش ناقصة خبطة جديدة. كل اللي عندي كنت بحافظ عليه بإيدي وأسناني، مش حرص، بس كان خوف مقنع. ومع الوقت بدأت أشوف الحياة من زاوية تانية، عدسة أوسع، أصدق، أعمق. واكتشفت إن الهروب مش شطارة، وإن الاختفاء بالسلام، وإن ربنا مديك حاجات هتتسأل عليها لو خبيتها. ساعتها بس قلت لنفسي خلاص ارجع، انزل الملعب حتى لو هتبدأ من الصفر، انزل. بس وانا راجع كان في سنسور، رادار عالي الحساسية، بيشوف قبل ما يسمع، بيراقب قبل ما يحس. السلام الباهت، النظر اللي اتبدلت، الكلمة اللي خرجت ببرود، والفرحة اللي كانت طالعة من القلب، كل ده كان واضح بشكل مخيف. ومن أول سلام كان في شريط بيعدي قدامي، مين قعد مع مين، مين اتكلم عليا، ايه اللي اتقال في حقي، ومين عرف يمسح صورتي عشان يرفع قيمته. مفيش حد احتاج يعترف، العيون اتكلمت. كنت متوقع ناس هيفرحوا أكتر، كنت فاكر ناس تانية هتبعد، وفعلا في شوية توقعات طلعت صح، وشوية وقعوا مني. بس اللي صدمني بجد عيون الناس. العيون فضحت حجم الكلام، فضحت اللي كان بيحبني بجد، واللي كان مستني سقوطي، واللي كان فاكر اني مش هقوم تاني. في اللحظة دي فهمت اني مش بحاول ارجع للمشهد، انا برجع لعقلي، برجع للمكان اللي كنت لازم اكون موجود فيه من زمان. ونزولي الملعب المرة دي مش عشان ابهر حد، ولا رقع صورة، ولا سكت كلام. رجوعي عشان لربنا حق، ولنفسي حق، وللقدرة اللي جوايا حق. وانا نازل الملعب مش هركز على مين اتغير، ولا مين سلم ببرود، ولا مين وشه قلب في ثانية. كل تركيزي ان اللي جاي اقوى، واصدق، وانضج. ومش هسمح لمرة تانية ان ابقى غايب وانا موجود. دي كانت تجربة مريت بيها بجد، بس اللي جاي هو اللي هيثبت ان نزولي الملعب قرار، مش اختيار. وان اللي نازل الملعب جاي ياخد حقه، مش يجرب حظه.